السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا ده استكمالا للروتين اللي عند أمي. طبعا أنا عملت معاكم الغدا، نبدأ نعمل مع بعض العشاء، أو مش عشاء يعني سندوتشات خفيفة كده. طبعا كان عندنا كبد وقوانص، كانت ماما ربنا يديلها الصحة يا رب وقومها بالسلامة، كانت مربية فراخ وكده، فكان عندنا كبد وقوانص. فقلت لا نقوم نعمل بقى شوية سندوتشات على كيفكم كده. طبعا اوريكم دلوقتي احلى شوية كبد وقوانص تعملوهم في حياتك. طريقة سهلة جدا جدا وطريقة نضيفة جدا جدا، مفيش بعد كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا بغسل الكبدة اكتر من كام مرة، لذلك شوفوا ابيضت. شايفين لازم تنزل مية نضيفة، مية بيضة رايقة. بغسلها اكتر من كام مرة وبنقعها بخل وملح وليمون. طبعا اقعد اشطفها كذا مرة لحد ما احس ان هي ما شاء الله بقت نضيفة معايا. تمام. طبعا بعد كده بنجهز شوية بصل محترمين. هو ده بصل صغير، يعني لو ابيض يبقى يا جميل جدا، بس انا طبعا ده اللي متوفر قدامي دلوقتي، فعشان كده استخدمته. طبعا بنستخدمه في الكبة دي. دي الكبة عند ماما ما شاء الله، في فرم البصل والحاجات دي حلوة قوي بصراحة، يعني احسن من اللي عندي بجد. ما شاء الله يعني امكانياتها حلوة. طبعا حطينا فيها كمية البصل كلها ونبدأ ان احنا نغطي عليها. شايفين ان احنا نضربها، نفرمها فرم ناعم خالص، وبعد كده نبدأ ان احنا نستخدمها بقى بعد كده. طبعا انا مش سالكة الكبة، فعشان كده ماشية معاها واحدة واحدة، بس الحمد لله اشتغلت تمام. دي احلى تحبيشة مصرية بالريف المصري. انا بحب بجد ان انا اعمل اكل عند مامتي، بصراحة بيبقى له طعم تاني خالص. على فكرة اللي جنبي دي نار فحم، يعني ما تخافوش البوتاجاز مش مولع، عشان ما حدش يقول البوتاجاز مولع، لا اللي جنبها دي نار فحم كده مولعينه. هيجي قدامكم دلوقتي اهو، شايفين عايزه اضيف الازاز، فعشان احنا بالليل الاضاءه مع بعضها عم. طبعا الطاسه اتقدحت جدا، الزيت اتقدح قوي. شايفين اصلا الصينيه لطعت بسبب ان انا غبت عليها بالزيت عما فرمت البصل. تمام نار اهي يا جماعه، شايفين الضي بتاعها هو اللي عامل في البتاع الازاز ده فحم، بس هو اللي بلقط كده، مش عارفه ليه. طبعا الكبده بنقلبها حلو، تقلبها كويسه بحيث ان هي تنزل الميه اللي فيها وتنشف. وضفنا لها احنا مستكه وحبهان وعود قرفه، خشب صغير خالص، يعني ممكن تستغنى عنه، ممكن تحطيه عادي لو متاح. تمام. بعد كده هنبدأ نجيب البصل اللي احنا فرمناه، وهننزل عليها برضو بالبصل ونديلها تقليبه حلوه، اديلها كده تكايه محترمه. وما شاء الله ما شاء الله، يا رب ربنا يديلها الصحه يا رب، مامته وقومها بالسلامه. بجد بحب يعني بحب ان انا ادخل المطبخ اعمل معاهم حاجات، اساعد معاهم، مش عارفه بحس ان جو الارياف والجو اللي انا وريته لكم في الفيديو بتاع السمك حاجه يعني مختلفه شويه. تمام دي فحمه يا جماعه، شايفين؟ بس اما ولع هدا كده شويه، يعني اما لقط نار هدا، النار بتاعته عملت من عليه. شايفين بقى هو ده اللي يضايق بقى، الحامل بتاع البوتاجاز اجيبه كده يقع من هنا، اجيبه كده يقع من هنا، بيعاندني، انا عارفه ان هو بيعاندني، بس والله ما هسيبك برضه، هكمل يعني هكمل. امال اعمل السندوتشات دي ازاي بقى؟ طبعا شويه حركات بقى، وبصوا فص التوم ده وهي بتتشوح كده بتدي لها طعم تاني. في ناس بتحب تلوح التوم الاول يا جماعه قبل الكبده، بس انا مش بحب اعملها، بحب احط الكبده الاول بحيث ان هي تنزل العصاره اللي فيها او الميه اللي فيها خالص، وبعد كده ان انا ابدا الوح معاها فص الثوم. يعني طبعا كانوا واقفين حواليا، انتوا لو انا فاتحه الصوت الاساسي بتاع الفيديو هتلاقونا في مورستان، بس انا يعني مختصره الوقت وكتمت الصوت. بقوا مسكين يلا 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 يلا. طيب يا جماعه خلاص مش عايزين اطلع نيه، والله بقوا مستعجلين بطريقه. طبعا البني ده يا جماعه القرفه الخشب، عشان ما تفكروش ان هي لطعت، دي قرفه خشب صغيره كده، عند مامتي قطعه صغيره استخدمتها اهو، والمستكه والحبهان. بعد كده هننزل بكميه البصل المحترمه، شايفين
اهو شايفين ما شاء الله. وعلى فكره يا جماعه والله البصل ده ما بيصفى، ده بيبقى حبه صغيرين خالص في الاخر. اتفرجوا على الكميه اللي انتوا شايفينها دي، في الاخر هتلاقوا حاجه بسيطه جدا. يعني اللي يشوفها كده في الاول يا ده هتاكل اكتر من 50 نفر، لا بالعكس، ده ما عملتش غير حاجات خفيفه جدا. لان لما بتفضل مع بعضها والبصل يستوي وينزل الميه اللي فيه بتلاقوا دي ما عادش فيه حاجه اصلا. بحس انه نصه اتاكل في النار. تمام. طبعا قلبنا البصل تقليبه حلوه مع الكبده. وزي ما قلت لكم لو البصل ابيض يبقى جميل جدا جدا في الوصفه دي. مش متاح ابيض يبقى الاحمر عادي، احنا مش هنقول له لا. توكل على الله يا عم. طبعا بعد كده بدأنا نحط البهارات. مامتي ربنا يعينها بقى بتحب ان هي تعمل تشكيلة البهارات دي. بصوا جميع ما يخطر على بالكم في البهارات تلاقيها عاملاها في برطمان واحد. اه والله خلطة واحدة. من كله. انا بقول لها دي مش ال11 بهار، دي ال30 بهار. اه والله بقعد اقول لها كده، اقول لها ده ال30 بهار. بس بصراحة بيدي طعم حلو اوي للاكل بجد. وهي عندها برضو انواع تانية كل حاجة لوحدها، بس هي بتحب تعمل الخلطة دي مع بعضها كده. بتضيفها في جميع الاكل. تحسوا برضو ان بيبقى له يعني إيه حاجات مختلفة شوية. طبعا حطينا البهارات وحطينا الملح. وبنبدأ ان احنا نقلب البصلة برضو لحد ما حسينا ان هي دبلت معانا. ونرجع بعد كده نحط لها ايه، قولوا، هم؟ نحط الفلفل. هننزل عليها بقى بشوية الفلفل المحترمين اللي احنا عملناهم، شايفين هما مش كتار بس حلوين، هيمشوا حلوين. حلوين. يعني هما اصلا بيقولوا لي الكمية دي، قلت لهم الكمية دي يا جماعة ما تقلقوش هي حاجة بسيطة. تمام. طبعا عملناه في الاول بقى تقول البصل هيبقى كتير هيبقى كتير، في الاخر لقيتهم بيقولوا هو فين البصل اللي انتوا كنتوا بتعملوه، قلت لهم والله ما اعرف، القطه كلت نصه. فعادي عادي عدوها. تمام. نبدا بعد كده نقلب الفلفل مع البصل مع الكبده مع شويه البهارات والملح، تقليبه كويسه جدا كده محترمه بنت ناس. ونرجع تاني نحط لها تركايه تانية. هنحط لها ايه بقى، هنضيف لها حبايه طماطم نضربها برضو في الكبه. دي بقى يا جماعة دي شطة مع فلفل أحمر مع توم مع ملح دقة كده، احنا بنحب نعملها وبنحطها في التلاجة، بنستخدمها برضو في الأكل، بتدي طعم حلو، بتحرره كده شوية، تخلي سبايسي بقى. بص بقى حسب ما انت عايزة تزودي بقى براحتك، بس يعني احنا بقى حبيت اعمل برضو كمية بسيطة عشان الأطفال وكده اللي موجودين في البيت. تمام. بدأنا ان احنا نعملها بالطريقة دي ونقلب الفلفل معاها تقليبة محترمة كده، أو الشطة هريسة الشطة. أيوة. بنقلبها تقليبة حلوة. نبدأ بقى نعصر لها حباية طماطم أو نفرمها في الكبة، مش نعصرها يعني، ممكن تخرطها على ايديك خرط صغيرة، وممكن تعملها في الكبة، ممكن تعملها في الخلاط براحتك. بس أنا يعني بحب إن الطماطم تبقى ظاهرة في الكبدة، بحس إن هي عاطية على فلفل أحمر كده. تمام. هنبدأ إن احنا نقلبها تقليبة كويسة بقى كده، ونبدأ برضو نسيبها تستوي مع نفسها شوية ونديلها وقتها بقى. عيش وتعايش بقى على رأي الشيف حسن، عيش وتعايش، ونرجع لك تاني تكون ربنا كرمك كده وقربت ان انت تستوي. تمام. عدى عليها 5 دقايق، نرجع لها تاني. رجعنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين بقى. بصوا اقسم بالله الريحة دلوقتي ما تقدرش تقاوموها بجد، والطعم حاجة. هي دي التحابيش المصرية، هي دي التحابيش الأصيلة المصرية اللي ريحتها تجيب على آخر الشارع بجد. مش محتاجة يعني بصوا واسطة، حاجة مفيش بعد كده. طبعا هنطفي على كده؟ لا مش هنطفي. حاسة ان البصلة لسه بتلمع، طب هنعمل ايه، لازم اسيبها تنشف شوية كمان والبصلة بحيث ان هي تستوي. في ناس بتحب البصل ان هي تقرش كده، عادي لو انتوا حابينها كده عادي، هي استوت يعني الكبدة والحاجات دي ما شاء الله دابت، بس يعني حبيت ان انا انشفها شوية. شايفين الشوربة بتاعتها والمية اللي عليها دي، بحب ان هي برضو تاخد وقتها شوية. نرجع تاني. ايه رأيكم، سبتها بقى لما نشفت خالص، انا حسيت ان هي لطعت بس هي ما لطعتش، لا 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 لا. شايفين ما شاء الله مفيش فيها نقطة مية. سبتها لما خدت وقتها، وشايفين الدخان، انا مش عارفة امسكها اصلا من كتر الدخان اللي بيطلع منها. شايفين ما شاء الله حاجة مفيش بعد كده. صحة وعافية على قلوبكم كل اللي يجرب الوصفة دي. ويا ريت لو تابعتوني لحد هنا متنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة اهم حاجة عشان القناة تكبر واتشرف بيكم وليكم، ونكون ايد واحدة كده مع بعض، واقدر ان انا اقدم لكم كل ما هو جديد.
وربنا يعيني معاكم يا رب واعمل لكم كل اللي اقدر عليه. تمام. طبعا انا طفيت عليها بقى. طبعا هما بره، يلا يلا يلا، طب يا جماعه، طب ماشي جينا، ماشي خلاص اوكي، يلا حط في الاطباق. نجيب الاطباق بقى ونعمل. طبعا هبدا ان انا اعمل لهم سندوتشات، بس لا، انا عايزه اجوعهم شويه، عايزه اجوعهم بقى شويه. طبعا طفيت عليها ورجعت بقى دلوقتي، جيت على اساس ان انا اطلعها بقى. قلت جاهز الاطباق والحاجات دي، خفت لحسن القطط اللي عندنا تروح عندها. واخدين بالكم القطط دي اللي هم مين؟ القطط دي اللي هم الاطفال الصغيرين. بدأت ان انا اقلبها زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، حاجة ما فيش بعد كده بصراحة. طعم حكاية وحاجة يعني، نوع الفاخر من نوع الاخر اللي هم بيقولوا ايه، مش عارفة كده. بس بجد بجد طريقة حلوة اوي اوي وطريقة جميلة. جربوها بالطريقة دي وهتشوفوها نفس الكبدة الاسكندراني بالملي. ما بص، نفس الطعم. العشاق الكبد والقوانص، عايزة تعملها بالطريقة دي براحتك، عايزة تعملها برضو بعمل الكبدة بس من غير القوانص، بحمرها في زيت كده وعليها ملح وكزبرة وكمون وفص توم صغير، وبشوحها بيه كده، يا بتبقى طعمها حلو. بس بسيب الكبدة صحيحة زي ما هي مبقطعة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شايفين طبق السلطة المحترم ده؟ قدمنا معاه جرجير وليمون مخلل، وعملت جبنة بالطماطم بالفلفل وعود كزبرة صغير. ايه رأيكم؟ بقول لكم الطبق ده حكايه بجد، ما مش شايفين اهو والله، واقفين جنبي يعيطوا. اه والله، يلا 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 يلا، حاضر يا جماعه، الراحه بقى جايبه اخر الشارع. اللي رايح واللي جاي في ايه يا جماعه؟ اقول لهم مفيش حاجه في ايه. فعادي يعني، الخير ربنا كتير، واللي عايز يتفضل يجي عادي، مش مشكله.